اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. النهارده ان شاء الله زي ما هو باين في عنوان الفيديو هنتكلم عن موضوع الجامعه، وايه فكره الجامعه عموما، وليه احنا بنتعلم في الجامعه، وايه اللي هنستفاده بعد ما نتخرج الجامعه، وايه اصلا فكره الجامعه في مصر. الكلام ده كله ان شاء الله هشاركه معاكم، ولكن قبل ما نبدا حلقه النهارده ما تنسوش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك للفيديو ده عشان يوصل لاكتر قدر من الناس. ايه اول سؤال ممكن يجي في بالك بعد ان انت بتتخرج من الثانويه العامه؟ ايه الكليه اللي انت هتخشها؟ وهنا بيندرج تحت حاجه اسمها تنسيق او المجموع الكلي بتاع الثانويه العامه، وده اللي بيتجمع عليه فكره الكليات او مصيرك بمفهوم عام. انت اول ما بتخلص الثانويه بيكون في حاجه اسمها تنسيق، والتنسيق ده عباره عن ايه؟ عن المجموع اللي انت جايبه في الثانويه. وفكره العام او فكره المجتمع العام بيندرج تحت ان انت مجموعك ده 90%، 99%، 98%، فوق ال 90 يبقى انت طالب دحيح وكنت بتذاكر. تحت ال 80 او بين ال 80 وال 70 فانت طالب ما ذاكرتش بجنيه. سواء كنت ذاكرت او ما ذاكرتش فالمجتمع بيحكم عليك من خلال حاجه اسمها مجموعك الكلي، او خلينا نقول بصيغه تانية كليتك اللي انت فيها. وهنا لما دخلت الكليه وجيت قارنتها بين الكليه او الشغل الاكاديمي، وجيت بعد كده في مجال السوشيال ميديا او الحاجات اللي انا بدات اتعلمها، حسيت ان في فرق كبير جدا بين الكليه اللي انا بدرسها وبين مجال البيزنس الحر اللي انا شغال فيه بره الكليه. وهنا استوقفني حاجه معينه، الا وهي احنا ليه بندرس الكليه؟ وليه دايما المجتمع بيحكم عليا من منظوم الكليه؟ وهنا دايما الناس بتكتب لي في الكومنتات ان انا متحامل على الكليه، وانا والله مش فكره متحامل على الكليه على قد ما انا ليه دايما احنا في مصر هنا بالذات بنحكم من منظوم ان انت طالب ناجح في طب او هندسه فانت لازم تخش الكليه دي علشان تبقى حاجه كويسه في المجتمع. انا ما اختلفتش معاك ولو بجنيه ان كليه طب او هندسه طبعا كليات جميله جدا وقمه، وان انت بيبقى ليك حتى مكان في المجتمع كويس، بس ليه برضو احنا ما بنديش القدر الكافي من ان كليه تجاره او كليه تربيه او كليه تانية كويسه برضو؟ ليه دايما احنا بنزنق نفسنا في كليتين معينين في مصر ونقول ان دول كليات القمه، بينما الكليات التانية دي كليات فيستك؟ وغير كده برضو انا كشغلي بره الكليه، شغل الورقه والقلم بيختلف اختلافا تاما عن شغل الحياه نفسها. يعني انا لما اتخرج من الكليه مش هستفاد حاجه بجنيه لما اعرف ان نظريه اقليدس بتنص على كذا او نظريه فيثاغورس بتنص على كذا، صح كده؟ تعال اطلع بره وجيت طالب طول حياته مكرسها للكراسه والقلم وان النظريات دي بتنص على كذا والنظريه دي بتنص على كذا، وطالب تاني بيدرس في نفس الوقت بس في خلال التدريس بتاعه ده اتعلم لغه وتعلم برمجه وتعلم ان هو يشتغل على برامج زي المونتاج، اتعلم ان هو يتعلم في الجرافيك او شغل الجرافيك او يتعلم مونتاج والحاجات دي كلها. مين اللي هيكسب؟ طالب الورقه والقلم ولا طالب كان في نفس الوقت كان طالب وفي نفس الوقت كان شغال بره في الحياه العامه؟ هنا تختلف اختلافا تاما جذريا وفيثاغورسيا وكل حاجه. لان انا بالنسبه لي انا كعمر شايف ان الطالب اللي درس شغل وفي نفس الوقت درس اكاديمي هو اللي ينجح. ليه؟ لانك في الحياه العامه عموما هتكتشف ان الكليه دي كانت عباره عن فخ او حاجه كده بنقولها في مصر اكذوبه الكليه دي. والله بالنسبه لي انا اكذوبه ليه؟ لان احنا دايما شايفين ان الكليه دي مصير الشخص الناجح في ايا كان الحاجه اللي بيدرسها، لانك لو ما درستش الكليه هيشوفك المجتمع ان انت طالب فاشل. وهنا انا ما حرضكش ان انا بقول لك ان انت تسيب الكليه ليها حاجه فايده واحده بس،
ان انت لو طالب مغترب زي حالاتي، كنت بتروح القاهره وبتسيب بلدك، وعشان كنت طالب، انا طالب ازهري، فبسيب البلد اللي انا فيها اسماعيليه وبروح القاهره. فانا هنا بتعود عن الحياه بقى اللي هي ايه، حياه الشخص المنعزل عن الاب والام، ان انت بتكتشف حاجات كتير جدا في حياتك انت عمرك ما كنت هتتخيلها في نفسك. زيك زي الطالب بالظبط اللي بيسافر لاي دوله تانية وبيكتشف حاجات بقى ان هو بيعتمد على نفسه. غير كده برضو احنا ليه بندرس الكليه؟ وجه في بالك دلوقتي الجيش شيء مهم جدا. هيقول لك انت سنتين يبقى انت كنت دبلوم، 3 سنين يبقى انت مش متعلم كليه. ونسبة 99، ومخليناش نضحك على بعضينا، نسبة 99.9 بيخشوا الكليات علشان حاجة واحدة بس، ان هو الجيش. يعني انا لما فكرت ان انا اسيب الكلية، ابويا كان حاجة واحدة بس: يا ابني ليه؟ عشان تخش الكلية تخش الجيش السنتين عشان ما وتخش سنة. وغير كده انت لما تروح تتجوز بيقول لك انت معاك شهاده ايه؟ ايه ده انت مش معاك شهاده؟ يبقى انت طالب فاشل، ده انت مش شغال وانت مش موظف. وهنا برضو ما بيجيش على ان انت تكون موظف، ولكن انا مش شايف ان فكره الموظف على قد ما انت تشتغل شغل حر وتشتغل وتحط طاقتك في الشغل الحر، على قد ما انت عمال تحط في الشغل التاني ده، الشغل الحكومي او الشغل الخاص. انت لو حطيت في الوقت ده في شغلك الخاص بتاعك انت، اولى بكتير جدا ان انت تحطها في شغل حد. فانا كعمر شايف ان حاجه واحده بس هي اللي بتنجح الشخص، مش الكليه ولا التمارين اللي انت اخدتها ولا ورقه وقلم. اللي بينجح اي شخص في الحياه دي حاجه واحده بس: ان هو نزل ارض الواقع ونزل واكتشف الحياه نفسها. ما قعدش طول حياته في الكليه علشان انا ابقى المهندس كذا ولا الدكتور كذا ولا العبقري كذا، ولما انزل ارض الواقع ما اكتشفش ان نسبة 1% من اللي انا اخدته في الكلية ما فادنيش في الحياة العملية خالص. انا كل اللي انا عمال ادرسه عمال يقول ويقول، والدكتور يخش ويرص، والدكتور ده يخش ويرص، وانا شخصيا مش فاهم حاجة، مش فاهم كلمة، لان انا ما بطبقش. احنا هنا في مصر احنا ما بنطبقش على ارض الواقع، ما بنطبقش في كليات كتير جدا. لكن تعالى في اي كليه بره مصر او ايا كان، نظري وعملي. احنا النظري هنا سكاشن كلام برضه، والنظري بتاعه محاضرات كلام برضه، فانت بتستفادش حاجه. فمن الاخر الكلام اللي انا عايز اقوله، هل الشهاده ليها فايده؟ الشهاده ليها فايده في نسبه حاجه واحده بس: ان انت تترحم من الجيش. ده بالنسبه لي. طب هل الدورات او الكورسات او اللغات او البرمجه او الشغل الحر ليه فايده؟ نسبه واحد من نسبه 99.9 ليه فايده كبيره جدا. طب انت ترشح الكليه ولا المهاره؟ ارشح المهاره. والحلقه الجايه ان شاء الله هعرفك ايه اهميه المهاره مقارنه بالكليه. عشان ما اطولش عليك، هي دي فكرتي عن الكليه. احنا ليه بندرس في الكليه، او ايه مفهوم الكليه، او ايه اللي انا هستفاده من الكليه. كل الحاجات دي انا جاوبتها لك النهارده، والخير ليك. هل انت مع ان انت تكمل في الكليه؟ ولازم تكمل في الكليه، خلي بالك، يعني ده شيء انت مجبور عليه. ولكن بالنسبه بجانب الكليه انت لازم تتعلم مهاره تانيه، لانك لو ما اتعلمتش مهاره تانيه واعتمدت على الكليه، صدقني مش هتنفع. لازم تتعلم مهارة، لازم تتعلم مهارة اللغة، لازم تتعلم برامج حاجة زي البرمجة، لازم تتعلم حاجة زي الجرافيك أو شغل البرمجة أو شغل المونتاج أو شغل التسويق، أو إن أنت تعمل إعلانات، أو إن أنت تخش في دورات وتتعلم وتاخد شهادات كتير جدا في مجالات كتير جدا متعددة. ما تعتمدش اعتمادك كلي على الكلية، عشان انت لو اعتمدت اعتمادك كله على الكليه وطلعت لسوق العمل بره، هتلاقي نفسك بلح. فكون كده فهمتك فكره الكليه ازاي لو انت داخل الكليه من بعد الثانويه العامه، وما تفتكرش ان هي حاجه حلوه، لانك هتاخد فوق دماغك فيها في الاخر. فاشوفك في حلقه جايه جديده ان شاء الله. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم.